ازيكم؟ تعليق من صديقنا الجميل عبقرينو. عبقرينو بيقول ايه بقى؟ ما هي الفكرة هرفض ازاي او هعتذر عنها ازاي؟ ممكن ده يسبب انطباع وحش للمدير او حاجة. تخيل معايا كده عبقرينو ان انت مهندس، اوكي؟ مهندس مدني، تمام؟ وصاحب الشغل بقى عايز يلبسك في الحسابات مثلا يعني، اوكي؟ فقال لك عبقرينو، المحاسب مثلا مشي ولا حاجه معلش انت مسك لي حسابات بقى ايه المشروع وكده، عقبال ما ايه نجيب محاسب تاني ولا بتاع. طبعا انت اكيد مش هتقول له لا ده مش شغلي، ده مش شغلي يا بيه، اكيد مش هتقول له كده، هتخسر نفس يعني، هينفخ عليك على الفاضي. فعلى ايه بقى انت ممكن الاجابه النموذجيه للموضوع ده، او عايز اقول لك ايه، الكلمه السحريه معرفش، جميله، بس مش هتقول له ما اعرفش كده بغباء، لا هتقول له ايه، اسف طبعا لكلمه غباء دي، هتقول له لا والله يا ريس انا ما اقدرش امسك الحسابات، انا ما افهمش فيها، لا الحسابات دي غلط في رقم او غلطه في مش عارف ايه يا قلب سنه، لا انا خايف المسؤوليه عليا يا ريس وما اقدرش عليها بصراحه، وبعدين انا ما عنديش خبره، انا كنت في يعني بسقط حساب اصلا، يعني تعبان انا في الحاجات دي. فبشياكه كده هربت من الموضوع. وهكذا بقى حاجات من دي مثلا. عايز اشغلك اتش ار مثلا وانت محاسب، قول له بص انا لا يعني ما بحبش ان انا اتعامل مع يعني الموظفين مباشره كده ياخدوا مني حساسيات وبتاع. بص بتاع الاتش ار بيبقى ليه ايه صنعه في الكلام يقدر، وبعدين الورق بقى والمستندات والعقود والحاجات دي انا ما اعرفش فيها قوي، يعني انا اخري اعرف واحد زائد واحد يساوي اتنين او في مجال تخصصي اكتر يعني. في حاجات كده ممكن تهرب بيها بشكل شيك يعني. بس في الاخر لازم تحسسه ان هو يعني ده مش مجالك وانت مش هتعمله. ومن اول موقف، لو من اول موقف اخدت وقفه كده بشياكه، مش هيعرف يطلب منك حاجه بره تخصصك بعد كده، لان هو هيبقى عارف ان هو هيحرج نفسه بالذوق. وانت لما تيجي ترد عليه تقول له مثلا انا مش هعرف اعمل الحاجه دي او دي مسؤوليه عليا كبيره، هو بيبقى عارف من جوه نفسه ان انت بتخلع بشياكه، فمش هيحط نفسه في موقف محرج تاني. وخد بالك انت لو قابلت مره ان انت تتدخل في شغل غير شغلك هتلبسه من الاخر، وهتفضل طول عمرك هتقول اه وحاضر ونعم في الشغل اللي هو مش تبعك، ومش هتاخد مقابل حاجه، وزي ما قلنا برضو قبل كده لما هتغلط فيه هتتعاقب. شكرا.